مساء الخير اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج هوت سبوت. زي ما بنعودكم دايما ان كل مره بيبقى معانا بطل ومعانا قصه جديده. احنا النهارده معانا بطل بقى، بطل عالم، ودايما لما بيبقى موجود في السباقات الناس بتبدا تقلق منه شويه، هيطلع مركز تاني مركز اول، هيطلع يفنش على مين. هو كده كده لعيب منتخب مصر في الترايثلون، ليه ارقام كتير وبطل عالم. احنا النهارده معانا وبينورنا كابتن عبد الرحمن ياسر. اهلا بيك، منورنا. ربنا يخليك. ازيك، عامل شكرا على ايه؟ التقديم. الحمد لله تمام. كلمنا كابتن عبد الرحمن، بدأت رياضة ازاي؟ كلمنا عن نفسك شوية الأول. طيب انا عبد الرحمن ياسر، طالب في كليه التربيه الرياضيه وبطل عالم في الاكوا بايك ولاعب ترياثلون في منتخب مصر. ما شاء الله. انا بدات الترياثلون في 2018. كنت جاي من خلفيه ان انا كنت سباح. بعد كده دخلت في الترياثلون عن طريق حد يعني عرفني اللعبه. كنت داخل ان انا عايز اجرب بس عشان انا كنت بحب العجل. اوكي. بعد كده استمريت فيها وبدات ان انا اركز على ارقامي شويه واتمرنت فيها وركزت على ان انا انمي نفسي فيها كان انا ابقى عارف الناحيه العلميه اكتر في الاول علشان ابقى عارف انا بعمل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، لان في الفتره الاولى كلها كنت بمرن نفسي. لحد لما الحمد لله بدات اخش بطولات، وواحده واحده بقيت في المنتخب واحقق بطولات كتير يعني. طب واحدة واحدة بقى، انت اصلا خريج تربية رياضية، فده اصلا الناس بتطلع منه تروح تتمرن في جيم تبقى كوتش، الحاجات دي كلها انت دخلت منها وبدأت تلعب سباحة. انا سباح من وانا صغير، من وانا عندي 4 سنين. ما شاء الله. واللي خلاني ان انا اكون عايز اعمل حاجه يعني فيها اكتر من لعبه، اللي انا كنت في السباحه حسيت بملل شويه، ان هي طول الوقت 6 ايام او 7 ايام في الاسبوع تمرين، كل شويه بعمل نفس الحاجه وباوقات كتيره وارقام كتيره في نفس المكان وفي البسين وبتاع. فان يبقى في تنوع وان يبقى في 3 لعب، دي كانت حاجه مشجعه يعني بالنسبه لي، اللي انا عشان كده كنت حابب اجرب حاجه زي التراثلون. حلو. وبعدين منها بقى بدأت ان انت تدخل حاجة تانية، اللي هو حد وداك تلعب ترايثلون فبدأت تدخل للعجل. بالظبط. العجل ده صعب شوية، من السباحة للعجل ده صعب شوية. أكيد انا عارفة. اكيد هي حاجه ملهاش علاقه ببعض يعتبر، بس هي الفكره ان العجل زي اي حد يعني زي اي شاب بيبقى في شغف بشويه بالموضوع العجل، ان الناس بتحب العجل من وهي صغيره يعني كانها لعبه او حاجه. فيمكن ده الحاجه الوحيده اللي كانت مخلاني مركز شويه مع العجل. حلو. وتدريجيا بدات اجري يعني. الاول كان الجري ضعيف، ممكن يكون هو نقطه الضعف اللي ما كنتش عارف انميها شويه. حلو. بعد كده ال3 لما مع بعض يعني دخلت في التمرين بقى بشكل جد اكتر، كان لازم خلاص اللي هو مش هينفع ما اجريش يعني. طيب انت كده سباحة والعجل وبعدين الجري شوية، يعني دخلت ازاي بقى المنتخب؟ وبعدين منها ان انت بدأت تدخل بقى الترايثلون في كل الايفنتات اللي بتبقى موجودة، احكي لي كده شوية عنها. في الاول انا بدات ادخل سباقات، يعني بدات اعرف ان في سباقات زي المنظمات اللي بتعمل سباقات كتير في الحاجات اللي غير تبع الاتحاد يعني. رحت مره جربت، لقيت ان هي يعني جو كويس والناس لذيذه وكل حاجه، فواحده واحده تدريجيا بدات انتظم فيها، ان انا اروح على طول اتمرن باستمرار. حلو. بعرف المواعيد بتاعتها امتى وابدا اتمرن لها. تدريجيا اتعرفت على ناس، منهم كان مدرب منتخب بدأ ان هو يوجهني ان انا ممكن اخش المنتخب لو عملت ارقام معينه. حلو. تدريجيا بدأت السنه اللي فاتت اتمرن معاه. فهو اهتم شويه بالناحيه ناحيه الارقام بقى، وان هو يعرفني ازاي المفروض اخش بطولات تبع الاتحاد، ازاي اتمرن بشكل احترافي اكتر، ايه الحاجات اللي انا المفروض اشتريها مثلا عشان تحسني، ايه الادوات اللي المفروض اعملها، السباقات اللي انزلها. فكان هو ليه يعني فضل كبير ان هو يخليني اعرف اخش المنتخب، او اعرف ان انا اتنقل للحته بتاعت السباقات الاحترافيه شويه. طيب الترايثلون مختلف عن الاكوا بايك، انت بطل صح. عالم في الاكوا بايك. صح. ايه الاختلاف ما بينهم؟ الاختلاف ما بينهم هو التراثلون في كذا حاجه مشتقه منه، منهم الدواثلون والاكواثلون والاكوا بايك. تمام. هي لعبه مركبه زي ما حضرتك عارفه، ان هي متكونه من 3 لعب اللي هم السباحه والعجل والجري. تمام. فبيتعمل منها سباقات، ممكن ناخد منها حاجتين بس. وزي الاكوا بايك مثلا هو سباحه وعجل بس. الاكواثلون سباحه وجري. الدواثلون جري وعجل بس. فبيبقى ليها بطولات زيها زي التراثلون، بطولات عالم وبطولات قاريه وكل حاجه يعني. فده اللي خلاني يعني يمكن عشان انا مش بحب الجري قوي، فحسيت ان انا ممكن اادي فيها اكتر، فده اللي خلاني انزل سباق زي ده يعني. طب انت مش بتحب الجري ليه؟ يعني هو ممكن يكون اصعب حاجه في 3 لعب بالنسبه لي، فعشان كده يمكن عشان مش اسهل حاجه بالنسبه لي،
يعني مش انت بحبه بتعتمد يعني. في السباق بتاعك على انك تاخد التايم بتاعك في السباحه كويس وفي العجل، فلو مظبوط اثر شويه في الجري فانت اوريدي لامم كويس في الاثنين اللي قبل كده. مظبوط. طيب انت لعبت ايرون مان، يعني انت آه. فينيشر ايرون مان اوريدي، فانت مش خلصت سباحه وعجل وبعدين كده لا، ده 21 كيلو صح لسه جايين. صح. ظبطتها ازاي او اتمرنت لها ازاي؟ والله هي كانت يعني كنت مركز اكتر، انا عرفت ان انا هنزلها قبلها بفتره قصيره، امم. فكان تركيزي الاكبر في التمرين على العجل والسباحه. حلو. يعني كان بالنسبه لي 90 كيلو مش المسافه الواو يعني زي ال 21 كيلو في الجري. امم. فخلاص انا خدت الموضوع ان انا هنزل اعمل سباحه وعجل كويس، وزي ما انت قلتي والعجل هخلصه، هيشيلوا بقى والجري بقى الجري. خلاص يعني المفروض اوصل للفينش لاين وخلاص. طيب انت اوريدي بتقول انت خريج كليه تربيه رياضيه، فانت مظبوط. انت كوتش وفي نفس الوقت بتتمرن وبتدخل سباقات ومنتخب مصر والكلام ده، بتوازن ما بين الاثنين ازاي؟ يعني انت عندك ناس بتمرنهم، اكيد. بتعمل ده ازاي؟ بحاول بقى يعني بحاول انظم وقتي ان انا اتمرن الصبح بدري خالص. مم. بيكون لو عندي كليه او حاجه بتبقى بعدها، بعد كده برجع بظبط مواعيد الشغل ان هي تكون بعد الظهر من بعد الساعه 5 لحد حلو. بالليل. فبيبقى الموضوع صعب شويه، بس يعني بحاول ان انا بالانس ما بينهم عشان لهم كده نبدا ندخل عليه النص عشان الرولز اللي يبقى هو يعمل ما حد يروح طالع عين بسرعه ما يقدرش يكمل. نفس الكلام في العجل او في الجري، لان الناس بتبقى بادئه بحماس زياده قوي، ده حقيقي. فهو ممكن ينزل يعمل نص المسافه اجمد حاجه عنده، ما يقدرش يكمل السباق، يجي له كرامب ما يكملش. فدي حاجه من الحاجات اللي بتحصل مع الناس كتير جدا، ببقى نفسي ان هم ما تتكررش، وللاسف هي خطأ شائع يعني في اللعبه. فبتبقى محتاجه تركيز اكبر في الاول بالذات، ان هم يركزوا على ده في التمرين، ان هم يحاولوا يمسكوا نفسهم، ما يسخنوش او ما يحسش ان انا لا انا قادر اجري اكتر مثلا فيكمل. حلو. وطبعا موضوع التغذيه وشرب الميه من اهم الحاجات في العاب التحمل عامه. فدي برضو من الحاجات. ده سؤال تاني لسه هسأله. طيب بس قول لي انه مثلا السباحه، بما ان انت بتحب السباحه ومن 4 سنين، فكره ان الواحد يبدا سباق فيبدا يعوم بالستايل بتاعه لحد ما يطلع، ده استحاله مع كميه الضرب اللي بياخدها في السباق. ده ازاي بتكنترول حاجه زي دي؟ ازاي انت كعبد الرحمن او حد بتمرنه بتعمل ده ازاي؟ انا كعبد الرحمن بحاول ان انا اتعود، لان خصوصا في السباقات اللي بيكون فيها زحمه يعني الناس ما بترحمش حد تقريبا. صح. كله بيكون عايز يسرفايف يعني، الناس كلها عايزه توصل وتطلع ومش مهم بقى وانت تعالى ارجع ورا، انت ارجع ورا. ده اللي بيحصل. فبحاول ان انا اتعود على ده في التمرين، او من كتر السباقات طبعا بيبقى في خبره، ببقى عارف المفروض اقف فين، المفروض افتح جامد امتى، ما افتحش جامد امتى، علشان ابعد عن الزحمه. حتى لو هعمل في الاول جامد شويه ان انا ابعد عن الزحمه، بعد كده ابدا اهدي واعوم على البيس اللي انا متعود عليه، او ان انا اقف في مكان بعيد عن الناس بس ما يكونش برضو بعيد عن النقطه اللي احنا المفروض نلف من عندها، فدي بتيجي بالخبره اكتر. طيب هو دايما بيتقال انه ما تحرقش قوي في السباق علشان ويطلع عامل يقوم على تكنيك بس يعني اللي هو ده من جدا لو ليه علاقه، هو لازم اولا يبقى قوي، يعني لازم تبقى اكتافه قويه ورجليه قويه لدرجه ان هي تشيله في الميه، ما يكونش محتاج ان هو يبذل مجهود زياده عن اللزوم. وفي نفس الوقت ان هو يكون متعود ان هو يعوم بتكنيك صح، ما يكونش بيعوم بس عشان يتحرك يعني. ان هو يزق الميه فيلف، خلاص وصلنا، اطلع بقى من المسافه بتاعتي وخلاص. فهو بيكون ضيع تقريبا يعني مجهود زياده جدا عن اللي هو المفروض يعمله، فده بيأثر عليه في الجري وفي العجل. اوكي. طيب علشان نطلع بقى من السباحه نروح للعجل.
العجل بقى بيحرق كتير، وخصوصا مثلا ايرون مان 90 كيلو كان صح. فيه هوا محترم. ايوه يعني بغض النظر عن ان 90 كيلو ممكن تبقى بالنسبه لك مش مسافه، بس في ناس لما دخلتها كانت اول مره تدخل 90 او تاني مره، فال 90 كتيره قوي، وفي نفس الوقت ان تقريبا اليوم ده كان فيه حاجه غلط والهوا كان جامد جدا. انت اتعاملت مع الهوا ده ازاي بما ان انت اتليتس يعني وبتدخل الحاجات دي كتير؟ طبعا هو الهوا يعني طالما احنا في سباق فبيبقى بنسبه كبيره لازم ان احنا بنلف من نقطه معينه عشان نرجع لنفس النقطه اللي بدأنا منها. تمام. ففي الغالب الهوا بيكون في جزء بيكون جاي في وش على العجله، والناحيه الثانيه بيبقى العكس. ده في الغالب يعني ممكن في حاله من الحالات ممكن يبقى في الجنب في الناحيتين، طبعا الا دي لو خلاص ربنا بقى. غضبان علينا بقى يعني بيبقى دي من كل حته. ما عندناش حل غير ان احنا نتجه للدعاء بقى دي قصه ثانيه. بالظبط يعني. لكن في العادي بيبقى نص في العجل، نص في الهواء وش، والنص التاني في الهواء الظهر. فبيكون الجزء الاصعب اللي الهواء فيه وش يعني. فهو ده اللي يعتبر بنبقى مركزين عليه، ان احنا نحاول نوصل بس لان احنا نخلص النص ده، بعد كده النص التاني خلاص يعني بيبقى الموضوع انت اسهل هتعوض بكتير. كده فيه. بالظبط، وهتبقى مرتاح، مش هتبقى تعبان مش هعمل نفس المجهود اللي انت عامله وانت رايح. حلو. طيب قولي بقى، انت كنت لسه بتقول النيوتريشن بتاع السباق غير التمرين غير صح. الكلام ده، النيوتريشن ده بيعتمد على ايه؟ انا عارفه ان ده ليه علاقه بالشخص نفسه اللي انت بتمرنه، او انت كعبد الرحمن انت ليك نيوتريشن غير اي حد تاني. ده حقيقي. انت بتحط البلان بتاعت كل واحد بناء على انه داخل سباق، فانت بتقول له هنعمل كذا وكذا وكذا، اللي هم ايه؟ طبعا هي بتختلف من حد لحد زي ما انت قلتي. لازم بيبقى ليها حسابات وحاجات مرتبطه باناليسز هو بيعملها، او يعني زي تحاليل هو بيعملها، حاجات زي الانبادي والحاجات دي. حلو. ولكن المتوسط او الاغلب الناس بتبقى محتاجاه ان هي لازم تشرب ميه كتير جدا. سواء على التمرين او على العجله في السباق او في الجري. علشان بتعوض على الاقل العرق او الاملاح اللي بيفقدوها، لازم تكون ده بيتعوض بالميه او بمشروبات رياضيه بقى، زي الحاجات اللي بيبقى فيها املاح الجل والالكترولايتس والحاجات دي كلها. بالظبط. بتختلف برضو من الشخص للتاني يعني. بس المفروض ان هو بيبقى على حسب كل مسافه بيكون عامل بلان لنفسه، ان هو مثلا هياخد في العجله هياخد كام لتر ميه، او هيشرب كام ملي ميه على العجله، هياخد كام جل على العجله، لو هياخد حاجات معالجه جفاف او حاجات زي السولت تابلتس والحاجات دي لازم يبقى عاملها بوقت معين، بحيث ان هو ما يوصلش لدرجه ان هو يجيله كرامب او يجيله تعب او يضطر يقف. خلصان. بالظبط. وفي نفس الوقت يبقى بيحاول يسيف باور، لان هو ينزل لسه يجري. فيبقى عامل حسابه ان ده هيحصل، فده بنتجنب ان اي مشاكل تحصل عن طريق النيوتريشن. طيب هو دلوقتي انت قلت ان الجري اكتر حاجه انت مش بتحبها. دي حقيقة. انت اشتغلت على نفسك ازاي في الجري؟ يعني اشتغلت على نفسي، كان الجانب الصعب اكبر، الصعب اكتر الحته الذهنيه يعني. لان انا مضطر ان انا كل يوم او على الاقل 5 مرات في الاسبوع اعمل حاجه انا مش بحبها كل يوم. فيعني دي كانت اكتر حاجه ممكن تكون عائق بالنسبه لي. كتمرين، هو تمرين لازم يخلص، بس الفكره ان انا كنت بخلصه وانا مش عايز ان انا يعني انا نازل انا عندي جري النهارده فمتضايق. يعني بتتطور فيه بالشكل اللي انت بتبقى راضي بيه عن نفسك، ولا فكره ان انت اصلا مش متحمس للحاجه دي مش بتحبها فمش بتأدي فيها زي العجل والسباحه؟ دي حقيقه، ده كان في الاول لو انا مش متحمس كنت فعلا ما بشوفش التحسن اللي المفروض يحصل يعني. بس بعد كده تدريجيا لما لقيت ان انا بتحسن بدات اشوف ارقام بقى زي الناس اللي بره وارقام كويسه وبتحسن بشكل كويس، بدات الموضوع اللي عندي شويه، بقيت ان انا خلاص يعني بحاول اتحمل ان انا اجري بقى خلاص، لان شايف تحسن، فده بيشجع اي حد ان هو يكمل في اي حاجه يعني. طيب قولي ايه الحاجات الدوليه اللي انت لعبتها بره؟ انا لعبت في ابو ظبي بطوله العالم للاكوا بايك. اوكي. دي كسبت فيها المركز الاول ما شاء الله. والحاجه الدوليه اللي كانت ايرون مان مصر، يعني باقي السباقات ما كانتش بره، كانت سباقات دوليه سواء بطولات افريقيا او بطولات عربيه او ايرون مان دي كانت تبع المنتخب؟ دي تبع المنتخب. مظبوط. طيب ايه الحاجه اللي بتخليك تكمل في ده؟ يعني اعتقد ان انت اللي بتسبورت نفسك في كل الحاجات دي. دي حقيقة. ايه الحاجه اللي بتخليك تكمل، الدافع اللي عند عبد الرحمن انه يكمل للحاجه دي، وانه يدخل السباق اللي بعده واللي بعده ويلعب باسم المنتخب وباسم مصر، ويدخل كل الايفنت اللي موجوده هنا وهنا وهنا؟ ايه الدافع اللي عندك؟ الدافع اللي عندي طبعا ان يعني دي حاجه انا شايف ان هي شغفي او هي الحاجه اللي انا بحبها. خصوصا ان ده مجال شغلي ومجال دراستي، فانا شايف ان دايما يكون سبورت لحد، ان لو انا مثلا مدرب
الاشخاص اللي انا بمرنهم شايفين ان انا لسه بتمرن وبحقق ارقام او بحقق بطولات، فده هيكون انت قدوة لهم بالنسبة لهم. بالظبط. يعني ده حاجه بتشجعهم وفي نفس الوقت بتحسسهم ان لا يعني في امل. حلو. بس طبعا حاجه نفسي ماديه كبيره من حد بحصل عليه. بتاعت كان الشيخ تياثلون. اه عجله بتشتغل رود، يا اما بسرعه كده يعني. اه اللي ممكن وايه مش حد استحالة. حقيقة على رياضة معينة زي ما قلت لحضرتك ان في 3 لعب، ولو حد ما بيحبش حاجة مثلا هيكون بيحب الحاجتين التانيين، لو بيزهق من حاجة مش هيزهق من الباقي. فدي نقطة مهمة ومشجعة جدا في التراثلون. وبنصح الناس ان هي تخلي ولادها يتعلموا التراثلون او الرياضة بشكل عام من وهم صغيرين. لان لما ده بيحصل هم بيتطوروا بشكل كبير. يعني ده اللي بيساعدهم لما يكبروا ان هم لو حبوا يدخلوا حاجه زي كده ما يبداوش من الصفر. هو في ناس كتير بتدخل ولادها الخماسي عشان حقيقة. بيبداوا يطلعوا منه بقى يروحوا الثلاثي، فبيبقوا لعبوا حاجات كتير. بس انا صح. بحس ان الخماسي بيبقى فيه حاجات تانية مش بتبقى موجودة بقى بعد كده خلاص. دي حقيقه. هو الخماسي مختلف شويه عن التراثلون. طبعا احنا عندنا ابطال عالم يعني مسيطرين على العالم يعتبر في الخماسي. بس هو مختلف شويه عن الثلاثي لان هو بيبقى كل لعبه في الخماسي بتتعمل لوحدها. اوكي. مش ورا بعض مش زي زي عندنا الثلاثي. بالظبط. يعني بتبقى نظام بوينتس وبيحسبوا البوينتس دي. وهو مختلف ان احنا عندنا سباحه وعجل وجري، الناحيه الثانيه هم عندهم سباحه وجري وفروسيه وسلاح حشيش وحاجه اسمها ليزر ران. ده بيبقى مع الجري اللي هو الرمايه في الجري. اوكي. ف يعني يمكن الناس بتتجه ليه اكتر عشان شايفين ان عندنا ما شاء الله ابطال كتير فيه بالظبط. وظاهرين يعني ما شاء الله عليهم. فده اللي ممكن بيشجع الناس ان هي تبقى عايزه اولادهم يبقوا واصلين لنفس المستوى يعني. طيب انت تقريبا بتدخل الايفنتات بتاعت سوما باي، يعني انا بشوفك دايما في سوما باي في العالمين في الحاجات دي كلها. اسم عبد الرحمن ياسر لما بيتحط مع الناس لا بتبقى ذو قيمه كبيره، وبعدين بيبقى معاك ناس كتير في الايدج جروب والحاجات دي. بتبقى المنافسه بالنسبه لك وانت رايح بتدرس من قبلها مين اللي نازل معايا
اللعب المره دي، ولا انت بتبقى رايح وانت عارف ان انت هتطلع مركز كذا او هتحقق كذا؟ هو في الاول انا كنت اول ما بدات كان بالنسبه لي ان انا بقعد اركز قوي مين اللي نازل، وابص على الستارت ليست اه. واشوف بقى انا ارقامي فين من الناس، وافضل مم. اسيرش. ده مش غلط يعني، ده علميا حاجه صح بتحصل مع اكبر الفرق، حتى لو سواء على الالعاب الفرديه او الجماعيه. حلو. بس لما ركزت شويه ان انا بعد كده ادركت ان يعني انا المفروض اركز على ارقامي. اه. فبدات ان انا اتقبل ان انا عادي ممكن اخسر، مثلا لو حد نزل اجمد مني مفيش مشكله. مم. ولكن لما ببص على حاجه زي كده اشوف ان في حد اجمد او حد مش اجمد، ده بيخليني انا ببقى نازل اصلا متوتر. يعني لو حد معايا انا عارف ان هو اجمد مني، فبيخليني نازل مركز بقى ان انا مركز ممكن معاه هو يكسبني اكتر فين من او نفسك. بالظبط. اه. فبناء على تجارب يعني خلتني لا، انا مش ببص بقيت لحد بفتره قريبه، ما ببصش خالص على الستارت ليست ولا على الاسماء. وبسيبها على الله، يعني اللي هو انا بعمل اللي عليا وخلاص. كسبت يبقى ده مقدر ليا، ما كسبتش يبقى انا ممكن يكون الحد ده احسن مني يعني. بيجي عليك اوقات تحس ان انت مش قادر تتمرن، مش عايز تدخل سباق معين، بتبقى داخل ومسجل فيه كل حاجة، بس تحس ان انت قبلها لا 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 انا مش جاهز، مش عايز ادخل؟ يعني بتحصل ساعات لما تكون مسافات كبيرة شوية. بس خلاص ببقى مضطر، يعني ان خلاص انا مشيت خطوة وحجزت واتمرنت، فبقول يعني في أسوأ الأحوال أنا هنزلها كتمرينة، مش مضطر إن أنا أحط ضغط على نفسي إن أنا أكسب أو ما أكسبش. فده يمكن يكون بيشجعني أكتر يعني. ويمكن أنا اتعودت برضو إن خلاص ما يعني متقبل إن أنا عادي ممكن أنزل أعمل كويس، وممكن يعني دي الرياضة، ممكن أعمل كويس في مرة أو ممكن ما أعملش كويس في مرة. فالموضوع بقى بالنسبة لي يعني بنبسط اكتر ما انا مركز على المنافسه يعني. على ده يعني. طيب قولي، انت عبد الرحمن بيتمرن جيم، بيعمل تقويات لنفسه، يعني الجزء بقى العضلي شويه اللي بيخليك مؤهل ان انت تدخل الثلاث لعب ويكون جسمك قوي وكويس وقادر يشيلك للسباقات دي والمسافات الطويله اللي انت بتدخلها، يعني بتهندل ده ازاي؟ هو طبعا فكره ان في 3 لعب، مطالب ان انا على الاقل اتمرن لعبتين في اليوم. فدي بتبقى عامله زحمه كبيره جدا في اليوم، بعيدا عن المجهود البدني يعني. اصل كمان كل عضله، يعني كل لعبه منهم شغاله على عضله بشكل معين في الجسم، صح فانت يعني بتمرن كل عضله امتى؟ دي حقيقه، يعني يعتبر الترياثلون بيشغل الجسم كله. ف يعني يمكن في فترات معينه في السيزون ببقى لازم ان انا اتمرن، اروح الجيم او اعمل تقويات. حلو. بيبقى الوقت ضيق ان انا اتمرن كده، بضطر اتمرن 3 أو 4 مرات في اليوم. بس يعني خلاص برضو بتبقى في اوقات ممكن اقلل شويه موضوع السترينث او الحديد يعني، واتمرنه مرتين في الاسبوع مثلا. بتبقى حاجات يعني اللي هي تخليني اعمل حاجه اسمها انجري بريفنشن، ان انا ما يجيليش بس اصابات يعني. حاجات بالظبط، كنت لسه هقول لك 3-4 مرات، يعني انت محتاج تكون البلان بتاعت الاكل مظبوطه قوي. دي حقيقة. المغنيسيوم في جسمك ما ينقص، البوتاسيوم، الاملاح قد ايه، الحاجات دي بالظبط. ايه. بالظبط. هو ده بقى اللي انا كنت بتكلم عليه، اللي احنا محتاجين نركز، بيبقى مركزين جدا جدا على التغذيه. ف يعني بيبقى من ضمن التمارين اللي انت تاكلي كتير اصلا، يعني ده جزء من التمرين. بس لا لا، لحظه واحده، عشان تاكلي كتير دي هيقعدوا ياكلوا دلوقتي كلهم كتير. صح، لا، ناكل حاجات صح كويسه. بس الاكل عامل مهم يعني. طبعا لازم يبقى فعلا زي ما حضرتك قلتي صح، مش اي اكل، اي حاجه قدامنا في البيت ناكلها، لا دي حقيقه. وما ينفعش نمشي بمبدا ان احنا بنحرق بقى فهناكل كل حاجه. لا لا، دي الكلمه دي بسمعها كتير قوي من الناس، احنا كده كده طالعين 90 كيلو فناكل كذا وكذا، ما احنا هنحرقه في طريق عادي. لا مش صح خالص طبعا، لان ده بيأثر سلبيا على جسمنا من غير ما ناخد بالنا.
بتلاقي جسمك تقيل. دي حقيقه، بتلاقي جسمك تقيل، وخصوصا لو الحاجات فيها زيوت او حاجات مقليه. اوكي. كل الكلام ده ولو حاجات فيها سكر برضو ده مش احسن حاجه. مم. ده كله بيخش في نظم انتاج الطاقه، بيغيرها من غير ما احنا مش ما بنحس طبعا. بالظبط. ولكن لو احنا بنعمل اختبارات، يعني لو حد بروفيشنال وعنده ان هو يعمل اختبارات معينه، ده هيبان جدا في الاختبارات دي، هتبقى ظاهره جدا. ده بيحصل بره يعني. انا سعيده جدا بالكلام معاك، ومبسوطه ان انت نورتنا انا النهارده اسعد، ربنا يخليك. وخدنا كل المعلومات دي وتشرفنا بيك يا عبد الرحمن. ربنا يخليك. يعني احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه. بنشكرك جدا على وقتك وانك كنت معانا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا كتير من عبد الرحمن، ومستنيين تكونوا ابطال زيه وتطلعوا تشرفونا بره في مصر، يعني تشرفوا مصر بره. احنا استنونا يوم الاربعاء الجاي الساعه 8. الصحة والجمال، شاشة كل بيت.